عارف الحاجة اللي ربنا أقسم بيها في القرآن في صور كتير جدا؟ والعصر والفجر والليل إذا يغشى والضحى. ربنا أقسم بالوقت لأن الوقت هو أنت، هو عمرك. تخيل إن في صناعة قايمة بمليارات الدولارات بتشغل أذكى عقول في العالم، هدفهم الوحيد هو إنهم يسرقوا منك القسم ده، يسرقوا وقتك وعمرك. في فيلم ذا سوشيال دايلاما، وده فيلم وثائقي استضافوا فيه خبراء من أكبر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم زي فيسبوك وإنستجرام وغيرها، اتقالت جملة مرعبة: الصناعتين الوحيدتين اللي بيسموا عملائهم يوزرز أو مستخدمين هم تجار المخدرات وشركات السوشيال ميديا. النهاردة مش جاي أقول لك كلام تنمية بشرية عن تنظيم الوقت، النهاردة جايين نكشف الغطاء عن الخوارزمية اللي بتحولك لمدمن. والأخطر من كده هقولك الإدمان ده مش بس بيضيع مستقبلك، ده ممكن يكون سبب في حسرة كبيرة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. خلينا نبدأ بالهندسة النفسية. عمرك سألت نفسك ليه السوشيال ميديا مجانية؟ لأنك مش العميل، انت البضاعة. المعلن هو العميل، وانت ووقتك وانتباهك بضاعة بتتباع له. المصممين في سيليكون فالي صمموا التطبيقات دي بحاجة اسمها Positive Intermittent Reinforcement أو التعزيز المتقطع، نفس التكنيك المستخدم في المكن بتاع القمار. انت بتشد الشاشة لتحت تعمل ريفريش وانت مش عارف هيطلع لك ايه، صورة حلوة، خبر وحش، فيديو جديد. حالة الترقب دي بتخلي مخك يفرز مادة الدوبامين، هرمون السعادة والمكافأة، ومع الوقت مخك بيبقى مدمن على الجرعة دي. ولو الموبايل مش في ايدك بتحس بقلق وتوتر، كأنك مدمن مخدرات بالظبط، بيطلب الجرعة بتاعته. وده مش صدفة، ده تصميم مقصود عشان تفضل جوه التطبيق أطول وقت ممكن. متوسط استخدام السوشيال ميديا في العالم وصل لأكتر من 2.5 ساعة كل يوم، وده المتوسط. يعني في ناس بتوصل ل6 و7 و8 ساعات في اليوم. تابع السكرين تايم في موبايلك وهتتفاجئ. تخيل كده 8 ساعات شغل و8 ساعات نوم و8 ساعات موبايل، خلصوا ال 24 ساعة. ما بقاش في أي وقت مفيد لدنيتنا ولا آخرتنا. طب هل الموضوع واقف على تضييع الوقت وبس؟ يا ريت. المشكلة الأكبر في الخوارزميات. كل لايك بتعمله، كل فيديو بتقف عليه ثانيتين زيادة، الخوارزمية بتسجله وبتبني نموذج رقمي زي افاتار ليك. هي عارفة عنك حاجات انت ما تعرفهاش عن نفسك. الخوارزمية دي مش هدفها تديك معلومة صحيحة، لا، هي هدفها تديك معلومة تخليك تقعد اكتر. فلو انت بتميل لافكار معينة، التطبيق هيفضل يحصرك بفيديوهات وبوستات بتأكد نفس الفكرة دي بس، ويخفي عنك اي رأي تاني. بتدخل في حاجة اسمها ايكو تشامبر او غرفة الصدى، وده يوضح ان الخوارزميات مش بس بتعرض عليك، لا، دي بتغير سلوكك، بتعلمك تحب ايه، تكره ايه، تتضايق من ايه، تتفاعل مع ايه، وبتدخلك في قاعة تفتكر فيها ان العالم كله زيك. ولما حد يخالفك تتعصب وتتشدد، وده عمل انقسام رهيب بين الناس. والنتيجة ايه؟ مجتمع متقسم، كراهية بتزيد، وأفكار ومبادئ بتتزرع في عقلك، وتغير قناعاتك الدينية والأخلاقية بالتدريج من غير ما تحس. لمجرد إن ده الترند أو ده اللي بيجيب مشاهدات، أنت بتتحول لآلة بتستهلك أفكار غيرك بدل ما تكون إنسان حر بيختار. كل ثانية بتقعدها على التطبيق بتساوي فلوس، كل لايك كومنت يتسجل ويتباع، كل لحظة انتباه منك هي مكسب ليهم وخسارة ليك. هما بيكسبوا مليارات وانت بتخسر اغلى حاجة عندك، عمرك. دلوقتي خلينا نسيب وادي السيليكون ونروح لمكان تاني اهم بكتير، الاخرة. احنا كمسلمين عندنا يقين ان احنا هنتسأل، بس هنتسأل عن ايه بالظبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من خطورة الفراغ ونعمة الوقت اللي بنضيعه بالساعات قدام الشاشات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عارف يعني ايه مغبون؟ يعني خسران، زي التاجر اللي باع بضاعة غالية بتراب الفلوس. انت بتبيع اغلى ما تملك، عمرك، مقابل لا شيء، شوية فيديوهات قصيرة وبتعدي.
تخيل انك واقف قدام ربنا وبتتسأل عن ال5 ساعات اللي فاتوا من عمرك النهاردة فيما أفنيته. هنقول ايه؟ كنا بنقلب في التيك توك، او كنا بنتابع خناقة ترند ملهاش لازمة. السوشيال ميديا بتدخلنا في حالة اسمها الغفلة، والقرآن حذرنا منها: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الغفلة دي بتخليك تنسى صلاتك، تأخر فروضك، وتنسى انك في اختبار مدته محدودة جدا. طيب يا صديقي، هل الحل اننا نعتزل الدنيا؟ اكيد لا. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، واحنا محتاجين نستخدم التكنولوجيا بس بشروطنا احنا. طب ايه العلاج؟ تعال نشوف خطوات مع بعض هتساعد كتير في حل المشكلة دي. اول شيء، اقفل الاشعارات. اقفل الاشعارات في كل التطبيقات ما عدا الضروري جدا منها. خليك انت اللي تروح للتطبيق لما تعوزه، مش هو اللي يشدك بلا وعي. تاني شيء، حدد وقت للصيام الرقمي. خلي في ساعة في اليوم موبايلك ممنوع فيها. استبدل الساعة دي بورد قرآن أو قاعدة مع أهلك، دي هترجع لك صفاء ذهنك. تالت شيء، اعمل أنفولو لأي صفحة بتضيع وقتك أو بتثير شهواتك أو بتنشر تفاهات. خلي الخوارزمية تفهم إنك شخص جاد، فهتبدأ تظهر لك محتوى مفيد. رابع شيء، استبدل العادة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ما إيدك تروح للموبايل عشان تفتح الفيسبوك بلا وعي، عود نفسك تستغفر 10 مرات الأول. اكسر دايرة الدوبامين بذكر الله. في النهاية، الموبايل ده نعمة لو استخدمته صح، ونقمة وحجة عليك لو سبته يسرقك. الوقت هو راس مالك الحقيقي، ما تضيعهوش على سكرول ملهوش نهاية. لو الفيديو فوقك ولو بنسبة بسيطة، شاركه مع حد خايف عليه من فتنة السوشيال ميديا، واكتب لي في التعليقات ناوي تبدأ تنفذ أنهي خطوة النهاردة. شكرا ليكم، ونشوفكم الحلقة الجاية. سلام.